محاولة اغتيال محمد رمضان في حفلته النهاردة في الساحل الشمالي، لدرجة ان في عامل مات وفي 2 عمال في حالة خطيرة جدا وحالة حرجة جدا. اللي مش فاهم فيه ايه، محمد رمضان كان عامل حفلة النهاردة في الساحل الشمالي وهو بيغني وهو مندمج على المسرح عادي جدا. في قنبلة اتحطت جنبه، القنبلة دي انفجرت ومن كتر ما هي كانت قريبة جدا منه أثرت على ودنه، وفي عامل مات وفي 2 في حالة حرجة جدا. محمد رمضان نزل بيان على صفحته وقال القنبلة كانت قريبة مني ودي محاولة اغتيال واضحة، وإن العامل اللي مات بسبب صوت القنبلة وملهاش أي علاقة بالفاير ووركس ولا أي حاجة، دي قنبلة يعني واضحة. وليه حد يكون عنده غل لدرجة ان هو يكون عاوز يموت حد؟ لان دي جريمة متكاملة الاركان، لان القنبلة كانت جنبي ودني متأثرة لحد دلوقتي. وادعوا للاتنين اللي حالتهم حرجة وادعوا للعامل اللي مات. فانتوا متخيلين اللي حصل؟ واحد طلع يغني، في عامل بقى ملهوش ذنب في اي حاجة وملهوش اي دعوة باي حاجة في الدنيا اتوفى عشان هو رايح يعمل شغله، ولا هو رايح يتنطط، ولا هو رايح يرقص، ولا هو رايح ينبسط، ولا هو رايح اي حاجة. هو رايح يشتغل، كان جزاؤه في الاخر ان هو يموت. وهل فعلا يعني بيان محمد رمضان بجد، ولا هو مثلا متوتر؟ يعني بجد محمد رمضان اتعرض لمحاولة اغتيال على المسرح عشان في حد مثلا غيران منه او حد عنده غل منه فحط له قنبلة على المسرح بتاعه عشان يموته؟ اسمعوا كده محمد رمضان في نص الحفلة طبعا، لأن الحفلة لما حصل فيها الهرجلة دي والقنبلة انفجرت محمد رمضان وقف الحفلة قبل نصها. اسمعوا كده قال ايه: كل سنة وانتم طيبين، استودعكم الله، ان شاء الله تتعود ونطمن على الرجالة بتاعتنا ان شاء الله يجيب لنا عوض سليمة. حبايبي الحفلة كانت لسه طويلة بس ما ينفعش نفرح وفي ناس في ظروفها صعبة. شكرا. الحقيقة موقف صعب جدا وموقف غريب جدا وصدمة لأي حد، ان انت تكون بتغني او ان انت تكون مبسوط او ان انت تكون بتعمل اي حاجة في الدنيا وفجأة تلاقي جنبك قنبلة. هو مش فاير ووركس، هو مأكد ان هي مش فاير ووركس خالص، دي قنبلة، والقنبلة كان صوتها قوي جدا. فمين اللي يعمل كده؟ مين اللي يروح يحط قنبلة الفنان على مسرح؟ وهل في حد عنده حقد وضغينة ان هو يعمل كده؟ يعني ان هو الغل بتاعه يوصل ان هو يقتل حد كده قدام الناس كلها؟ يعني انا مش فاهمة بصراحة في ايه، او ليه يعني الاجرام او الغل او يعني العنف ليه زاد كده؟ فانا في الموضوع ده كله بقى متضايقه بصراحه جدا على العامل والاتنين اللي هم في حاله خطيره جدا. العامل اتوفى وهو ما ذنبوش اي حاجه في الدنيا، والاتنين اللي هم في حاله خطيره جدا ادعوا لهم ربنا يشفيهم. يعني دي مؤامره مكيده، الله اعلم. قضاء وقدر، محدش عارف ايه اللي حصل بالظبط. هو الفنان نزل على صفحته ان دي قنبله وان دي محاولة اغتيال متكاملة الاركان، يعني الدنيا متظبطة عشان الاغتيال يتم. لكن هو في الاول وفي الاخر بني ادم، اكيد اتوتر، ممكن يكون اتوتر، الله اعلم، فعشان كده نزل الكلام ده. التحقيقات طبعا هتبين، فاحنا مش عارفين ايه اللي حصل. وسواء اختلفت او اتفقت مع محمد رمضان في نوعية الافلام اللي بيقدمها، فاكيد محدش يتمنى ان فنان يحصل له كده. يعني بصراحة الموضوع صعب جدا يعني.